هنتكلم النهارده عن ملائكة الرحمة، واحدة من أهم الكليات اللي لها مستقبل كبير جدا، فلوسها دولارات وفرص السفر فيها متوفرة والتكليف ما اتلغاش. هنتكلم مع بعض النهارده عن كلية التمريض. هنتكلم النهارده عن كلية التمريض بشكل عام، لكن بشكل خاص هنتكلم عن الفرق ما بين التمريض العام والتمريض الخاص والتمريض التخصصي. بين قوسين كده عنوان الحلقة التمريض التخصصي. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني فاعرف من نفسك كده إن فايتك كتير، متنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة عشان نوصل مع بعض ل 100,000 مشترك في اقرب وقت وتشوف كل الفيديوهات اللي جايه. ويلا بينا نشوف كليه التمريض هتقول ايه معانا. عنوان الحلقه بتاعتنا النهارده كليه التمريض التخصصي. يا ترى يا عم زياد في فرق بينها ما بين التمريض العام والتمريض الخاص؟ ايوه بالظبط، وده عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. هنعرف الفرق ما بين التمريض العام والتمريض الخاص والتمريض التخصصي. طب يا عم زياد ليه انت ما عملتش فيديو عن كليه التمريض بالتفصيل؟ ما تقلقش، انا عملت كل حاجه واللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، لازم تشوفه قبل ما تشوف الفيديو بتاعنا النهارده. بس عنوان حلقه النهارده هو التمريض التخصصي. بس مجازا كده، ليه انت عملت الفيديو ده؟ انا هقول لك. لان ناس كتير من ثانويه عامه بيخشوا كليه تمريض على اساس ان هم يشتغلوا عادي والموضوع تمام، بس بيتفاجئوا ان في حاجه اسمها تمريض تخصصي ومصروفات. فعشان كده جاي اوضح لك الفرق ما بين الثلاث مجالات دول. عايز افتكر معاك على السريع كده الفرق ما بين كليه التمريض العام والتمريض الخاص باختصار كده. اول حاجه كليه التمريض العاديه جدا عباره عن 5 سنين، 4 سنين دراسه وسنه امتياز. كليه التمريض العام او التمريض العاديه خالص تدرس فيها تقريبا حوالي 9 اقسام: بطنه وجراحه ونساء وتوليد، نفسيه، مسنين، اطفال، طوارئ، كريتيكال. كل الحاجات دي كلها بتدرسها في كليه التمريض العاديه خالص، يعني مفيش في اي افتكاسات جنب اسمها. وبتتخصص في اي مجال من دول، تشتغل بطنه وجراحه، تشتغل نساء، تشتغل اطفال، اشتغل زي ما انت عايز. كمان ليك زمالات ودبلومات، تكون دكتور بعد كده. سواء انت عملت ماستر او دكتوراه، بترتب في كليتك، بتروح امتيازك عادي في مستشفيات كبيره زي مجدي يعقوب للقلب. سوري ده بتكلم بسرعه، بس انا بتكلم باختصار عشان اوضح لك الفرق ما بين المجالين دول، واتكلم باستفاضه عن التمريض التخصصي. كمان كليه التمريض العاديه خالص متاح ليك انك تسافر بره، بالذات في المانيا، امتحانات نكتكس وكل حاجه، فالمجال بيكون حلو خالص. كمان كليه التمريض الخاص. طيب يعني ايه تمريض خاص؟ تمريض خاص هل ده اكاديميه ولا ده ايه بالظبط؟ لا، انا مش بتكلم عن اكاديميات، لان الاكاديميات دي كلها نصب في نصب. المقصود بكليه التمريض الخاص هي كليه التمريض اللي بمصروفات، اللي بتكون موجوده في الجامعات الخاصه، زي مثلا جامعه MTI، جامعه بدر، جامعات مثلا زي 6 اكتوبر، كمان زي جامعه النيل. في كمان جامعات اهليه زي مثلا جامعه الجلاله، الملك سلمان، جامعه العلمين الجديده. كل الحاجات دي زيها زي العام بالظبط، بس الفرق ان هي بمصروفات، بتدرس برضه 9 اقسام، مفيش اي مشكله خالص، اللي بتسافر كل حاجه، بس الفرق انك بتدفع فلوس وانت داخل الكليه. بس هي كليه خاصه مفيش فيها اي مشكله، نفس الدراسه، نفس المنهج، نفس كل حاجه، بس الفرق ان دي خاص. كده نكون عرفنا الفرق بين كليه التمريض العام عادي وكليه التمريض الخاص او اللي في جامعه خاصه. يلا بينا نتكلم بقى عن موضوع الفيديو والاهم، هي كليه التمريض او التمريض التخصصي. التمريض التخصصي هو عباره عن نظام جديد مش موجود بس غير في 4 جامعات في مصر: جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه اسيوط، وجامعه المنصوره. التمريض التخصصي نظام الدراسه فيه بيكون عباره عن 4 سنين، 3 سنين دراسه وسنه واحده امتياز. طبعا على عكس ان انا عايزك بقى تقارن دلوقتي ما بين اللي قلته في بدايه الفيديو وبين دلوقتي. في الاول قلت 5 سنين، 4 سنين دراسه وسنه امتياز، لكن في التخصصي عباره عن 4 سنين، 3 دراسه، واحده بس امتياز. طبعا ده ليك الحق انك تخلص بدري، يعني انت بيكون في سنه فرق ما بينك وبين التمريض العام والخاص عادي. عايز تركز كده في حاجه مهمه جدا، خد بالك منها، اسمه برنامج التمريض التخصصي. لو تفتكر في بدايه الفيديو قلت انت بتدرس 9 اقسام عادي جدا، بتشتغل في اي قسم انت حابه، بس قسمنا ان هو التمريض التخصصي اسمه تخصصي من اسمه، يعني انت مش متاح ليك غير انك تتخصص في قسم واحد بس. طيب يا ترى ايه هي الاقسام اللي ممكن ادرس واحد منهم بس؟ انت ممكن تدرس قسم تمريض اورام، تمريض حالات حرجه، تمريض تحديث ولاده وحالات حرجه، كمان تمريض القباله، واخيرا تمريض المسنين. انت متاح ليك انك تدرس قسم واحد بس من دول وتتخصص فيه بعد التخرج. لو انت مثلا درست تمريض القباله او تمريض المسنين، يبقى ما ينفعش تشتغل في اي مجال تاني غير اللي انت اخترته، غير في المسنين بس. طبعا ده مش بيديك اريحيه في الشغل. لو انت خريج كليه تمريض عام عادي، يبقى انت ممكن تشتغل في قباله، مسنين، نساء وتوليد، في اي مجال براحتك من التسعه. لكن التمريض التخصصي تختار واحد
واحد بس وبتتخصص فيه. ركزوا معايا كده في اللي جاي. عايز اقول لك كمان ان المسمى الوظيفي بتاعك سواء انت تمريض خاص او يعني في جامعه خاصه او تمريض عام او برنامج تخصصي، هو بتتخرج على درجه اخصائي تمريض او بكالوريوس في التمريض. بس زي ما عرفنا كده انت في الكارنيه بتاعك بيكون مكتوب بكالوريوس التمريض التخصصي، كلمه تخصصي لازم تكون موجوده، لكن في التمريض العام بكالوريوس علوم التمريض وخلاص. بس انت في الاول وفي الاخر على درجه اخصائي تمريض. كمان برنامج التمريض التخصصي بيكون بمصروفات غالبا او حوالي او في حدود 12000 في السمستر او في الترم الواحد، وانت بتدرس تقريبا حوالي 3 سنين في 2 يعني 6 ترمات، يعني بحوالي 70 او حاجه و70 الف على مدار يعني مثلا الاربع سنين بتوع الدراسه بتوعك، او باختصار كده حوالي 24 او 25 الف في السنه بتاعتك. والرقم ده طبعا ممكن يكون قريب شويه من الكليات الخاصه او يعني من كليات تمريض خاص زي مثلا في MTI او في 6 اكتوبر في نفس الرينج ده. طب يا عم زياد انت كده حيرتني، ايه الفرق ما بين التمريض الخاص والتمريض التخصصي؟ ما هما الاثنين بفلوس. انا هقول لك الفرق ايه. التمريض الخاص زي العام عادي، بس الفرق ان هو بفلوس. الخاص انت 9 اقسام تشتغل في اي مجال براحتك، لكن التخصصي زي ما اتفقنا اعرفك يا عم كلمه تخصصي يبقى في مجال واحد بس بتتخصص فيه. انت بقى ليك الحق والحريه انك تقارن تخش تخصصي او تخش خاص على حسب فلوسك وعلى حسب انت حابب ايه بالظبط. فمجازا كده مفيش فرق في اي حاجه غير ان التخصصي، وده عنوان الفيديو بتاعنا النهارده، عباره عن مجال واحد بتتخصص فيه بس. مفيش اي مشكله خالص، ممكن تسافر المانيا، تعمل زمالات، دبلومات، ماجستير، دكتوراه، تعمل كل حاجه ذكرناها في الاول، اي حاجه، بس الفرق هو التخصص واحد بس انك بتدرسه. طيب يا عم زياد، يا ترى مجموع كليات التمريض التخصصي يا ترى مجموع كليات التمريض او البرنامج التخصصي بيكون من كام؟ طبعا الكليه من علم علوم كلنا عارفين كده طبعا. البرنامج التخصصي في المنصوره السنه اللي فاتت اخد تقريبا من نفس المجموع بتاع التمريض العام عادي جدا بتاع المنصوره، ده حاله استثنائيه في المنصوره بس. لكن في القاهره تقريبا واسيوط وعين شمس خدوا من الحد الادنى لكليات التمريض الموجوده في مصر هو تقريبا حوالي 69 او 70%. فمتخيل انك ممكن تدرس تمريض من 70% عادي جدا، على عكس مثلا المنصوره 85 و86 المجموع بيكون عالي شويه. غير كده بقى كل حاجه متشابهه. فانا عايزك ان شاء الله وانت بتكتب تنسيقك ورغباتك شوف اول اذا كنت انت اخترت او مكتوب تخصصي ولا مش تخصصي، عشان تكون عارف اللي انت كاتبه قدامك ده. شوف ناس كتير منكم او الدفعه الاكبر منكم اللي في تمريض دلوقتي بيتلخبطوا، مش بيكونوا فاهمين حاجه وفجاه بيتفاجئوا ان هم دخلوا برنامج بفلوس ما كانوش عاملين حسابهم على كده. فانا قلت اصور لكم الفيديو ده عشان تكون عارف الفرق بين التمريض التخصصي والتمريض العام. وبس كده، فيديو النهارده كان بسيط وخفيف، عرفنا فيه الفروقات المهمه دي لازم تكون عارفها طبعا. ولو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت. وما تنسوش تكتبوا في الكومنتات رايكم في الفيديو ده، ولو انتوا حابين نتكلم عن اي فيديو الفتره اللي جايه ان شاء الله نصور مع بعض. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، وبعتذر عن السرعه اللي انا يعني جريت فيها الفيديو. شكرا.